تخيل معايا كده ملك فرعوني عظيم اتوفى من شوية قليلة جدا، والشمس حتى لسه ما غابتش عن جثمانه. بس كل مصر دلوقتي بتتحرك، الكهنة بيتجهزوا والمهندسين شغالين، وكل واحد من دول عارف ان الوقت بيجري. طب ليه؟ عشان لو ما تنفذتش طقوس الدفن بدقة مرعبة، الملك ده ممكن يتحبس في عالم البرزخ ويتحول لروح معذبة وما يشوفش ابدا ابواب العالم الاخر. ايوه، زي ما بقول لكم كده، المسألة ما كانتش مجرد جنازة، دي كانت حرب زمنية مقدسة ضد الفساد وضد النسيان وضد الموت الابدي. والمفاجأة في طقوس كانت بتتعمل للملك وهو لسه عايش، انت متخيل؟ وفي حاجات ما يعرفهاش غير كهنة محددين، ولا اتكتبت في برديات ولا حتى اتقالت لملوك تانيين. تعالوا بينا نغوص في الطقوس دي ونعرف ايه هي اغرب طقوس في تاريخ البشرية، وهي طقوس دفن الملوك في مصر القديمة. ومن اللحظة اللي يموت فيها الملك، اول ما الملك بيفارق الحياة محدش بيعلن ده على طول. بتبدأ في الاول عملية سرية جدا، الكهنة الكبار بيجمعوا الكهنة المختصين وبيتحركوا ناحية الجسم المقدس، وبيبقى فيه طقس اسمه طقس استدعاء حورس، وده بيعملوه عشان يحموا روح الملك من الارواح الشريرة اللي بتكون مستنية لحظة الوفاة. وبيبدأ اول طقس، وهو طقس تطهير الجسد بالزيوت والنار المقدسة. ايوه، نار مقدسة، بس مش بتحرق، دي نار رمزية مصدرها معابد الشمس، وبيتم تسخين اواني فيها زيوت وعطور من معابد مختلفة، وكل زيت ليه اسم وكل ريحة ليها دعاء. وبيتم دهن جسم الملك بحوالي 17 نوع مختلف من الزيوت، كل زيت بيرمز لحماية جزء معين من جسم الملك. ودلوقتي هنبدأ في العملية السرية جدا، وهي عملية التحنيط الملكي اللي ما كانش زيه زي اي حد تاني. دي عملية بتاخد حوالي 70 يوم كاملين، بس في روايات بتقول ان في ملوك من الاسرة 18 والاسرة 19 اخدوا اكتر من 200 يوم في التحنيط. الكهنة المحنطين كانوا بيتقسموا الفرق، كل فرقة متخصصة في جزء معين. يعني مثلا فرقة مسؤولة عن الدماغ وفتحه وسحبه من الانف باستخدام ادوات سرية وادوات سحرية، وفي فرقة بتخرج الأحشاء وبتغسلها بزيوت مقدسة، الزيوت دي بتتجاب من النوبة ومن سينا. وفرقة تالتة بتحشي الجسم بمادة اسمها مادة الراتنج ومادة العطور. بس الغريب ان في طقس اسمه طقس اعادة التنفس، بيتقال ان الكاهن الاعظم كان بيقرب من الملك بعد ما بيتحنط وبيقول تعويذ سحرية بصوت عالي عند انف الملك عشان يشم نفسه الاخير قبل ما يدخل الحياة الأبدية. ودلوقتي هنبدأ في اللبس الملكي بعد الموت. بعد ما بتنتهي عملية تحنيط الجسم بيتلبس لبس معين، مش عبارة عن كفن أبيض وخلاص، لأ، الملك بيتلف بكتان ممسوح بنقوش سحرية، وبيتغطى برداء اسمه رداء وزير اللي بيرمز لإله البعث، وبيتحط على صدره وجعران القلب عشان يشهد لصالحه في المحكمة الإلهية، وعقد الأوشبتي عشان الخدم الصغيرين بيخدموه في العالم الآخر، وقلادة اسمها قلادة حورس عشان تحميه من أنوبيس اللي هو إله البعث الشرير عند المصريين القدماء. وفي تيجان خاصة بيلبسها زي تاج الشمس اللي بيتقال انه بيتلبس مرة واحدة بس، وهي المرة اللي بتتم وقت الدفن. ودلوقتي هنتكلم عن موكب الجنازة المهيب. الموكب الملكي بيبدأ من القصر او من المعبد الكبير اللي هو معبد الشمس اللي بيتم في التحنيط، وكل حاجة فيه محسوبة. الجنود بيمشوا في الصف الاول، وبعديهم الكهنة اللي بيكونوا شايلين ادوات رمزية زي المزامير والبخور والصولجانات، وبعديهم اولاد الملك اللي واحد منهم لازم يعمل دور الوريث، وده لازم يعمل طقس مهم جدا، وهو طقس فتح فم الملك. وبيمسك عصاية خاصة ويقرب من فم المومياء وبيضرب بيها لمسة خفيفة على الفم عشان يرجع يتكلم في العالم الآخر. وفي الخلف
بيجي قارب اسمه قارب رع، وهو عبارة عن مجسم ضخم بيرمز لرحلة روح الملك في العالم السفلي، وده بيتشال على أكتاف كهنة مخصوصين. طقوس دفن الملوك عند الفراعنة ما كانتش مجرد وداع، لأ، دي كانت سلسلة بوابات سرية لازم الروح تعدي منها واحدة واحدة. كل تعويذة كانت مفتاح، وكل طقس كان أمل إن الملك يوصل للنور ويعيش للأبد. ودي كانت أسرار طقوس الدفن الملكي اللي لحد النهاردة علماء الآثار مش فاهمينها كلها، بس اللي متأكدين منه إن اللي عاش ملك في مصر القديمة مات أعظم من كل ملوك الأرض. وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس وتعمل لايك وتسيب لنا كومنت توضح لنا فيه رأيك بكل صراحة.